السلام عليكم، حياكم الله. مشهور التيك توك اليمني يحيى مجلي، والذي كان في السعودية ثم تم ترحيله قبل أيام من السعودية وغادر إلى مصر. فظهر قبل أيام في فيديو وبيقول وقفوا حسابي، المهم وبيشكي ظروفه. ويوم أمس يظهر في فيديو آخر ويقول تم توقيف حسابه في التيك توك، وما عاد قدرش يسحب أموال، وما عاد قدرش يعيش، وأن حياته أصبحت صعبة. وأيضا ظهر والد يحيى مجلي في مشهد فيديو يقول له يا ابني روح لك البلاد، خزيت بنا أمام خلق الله وعباده في هذا التيك توك، وتعال وبعطيك حولقات اطلب لك الله فيه. فالشيء الغريب في يحيى مجلي عندما ذهب إلى السعودية لكي يقترب، هل ذهب لكي يطلب الله أم ذهب لكي يتكتك؟ وبعدين التكتكة حقه وبعض أشخاص أيضا من أمثاله، تكتكة يا جماعة أقسم بالله إني شيء مسيء، وسوف تظل تلاحق الشخص حتى آخر يوم في عمره. تكتكة مسيئة مع بنات فاضيات وفارغات، وأيضا هؤلاء أفرغ منهن، وبيقدموا يعني شيء مخزي وشيء سامج. فبعض الناس قصده إنه يشتهر في التيك توك ويجلس مع بنات يعني أجنبية، عراقية، مصرية، يمنية، سعودية، المهم من أي دولة، وكلام فاضي والله إنه شيء لا يليق بأي إنسان سواء يمني أو غير يمني. هذا الشيء في الأخير هو يسيء لك ويسيء لأسرتك ويسيء لمستقبلك ومستقبل أولادك. افترض على هذا يحيى مجلي أن يأخذ بنصيحة أبوه وأن يعود إلى بلاده، عز القبيلي بلاده ولو تجرأ وباها. أما جالس في التيك توك مع كم من هي فاضية وكم من هي سامجة، فأقسم بالله أنه شيء سوف يظل يلاحقك ويلاحق أسرتك حتى يوم الدين. فاسمعوا ماذا قال أبو يحيى مجلي. يا ابني يحيى مجلي روح، وانا خزيك بدخل القريه، وانا شكتب هذا حلم اسمك وهذا شهود عليه جماعه واحده.